في ملف المأكولات الفاسدة مداهمات جديدة لمطاعم لبنانية، والفنانة مريم فارس ضحية جديدة للتسمم الغذائي. تقرير جوال زيدي. لا أحد بمأمن من المأكولات الفاسدة، فآخر ضحايا الفضائح الغذائية الفنانة مريم فارس التي أصيبت بالتسمم في بيروت، وهي تلقى العلاج منذ 6 أيام في مستشفى بيلفيو حيث أدخلت الاثنين. ما كنت عم بتجاوب أول شيء مع العلاج لأنه حالة التسمم كانت كتير عالية. صاروا يعلوا لي دوزاج الأدوية. عم باكل ببيروت، يعني عم باكل مثل كل هالعالم بالمطاعم، من السوبر ماركت، من حتى الميني ماركتس الصغار. يعني أنا بعرف إنه اسم الله الدولة هلا عم تشتغل على الموضوع، فتحت عينها على الموضوع الغذائي اللي كتير مهم ببيروت بلبنان ككل. بس أنا بطلب من الجهات المعنية إنه تطلع أكتر بكل المطاعم. ما يكون في مطاعم العين عليها ومطاعم نغض النظر لأنه والله عندها واسطة أو أي شيء. من أهم مطعم لأصغر مطعم، من أهم سوبر مارشي وأكبر سوبر مارشي لأصغر وحدة. كيف هالولاد الصغار يلي نحن عم نطعميهم ويلي نحن عم نربيهم عم ياكلوا نفس الأكل اللي نحن عم ناكله. فهيدا الشيء ما بيصير إنه يكون عندنا هالمشكلة ببلد هالقد سياحي. رغم حالتها الصحية الحرجة، سافرت مريم الخميس إلى دبي لدواعي العمل، وقد واكبها على مدار الساعة فريق طبي قبل عودتها إلى المستشفى في لبنان. وجدت بوضع كتير صعب على المستشفى من ناحية الالتهاب، الأوجاع اللي عانت منها والعرق اللي كان عم ينزل منها، وغير عوارض تسمم اللي انتم بتعرفوها. العلاج هو بينعطى انه بيغطي جميع الجراثيم، لانه ما فينا ناخذ اي خطر. حالة الفنانة مريم فارس وغيرها من اللبنانيين الذين وقعوا في فخ الفساد نضعها برسم وزارة الصحة